حسين محمود الشلوي يلعب كرة لعماد الصويري في الجهة اليمنى. الصويري يتقدم الصويري ما زال مع الكرة. الصويرة ولاعبوا اثنين، لا وجود لمخالفة، بل حكم اللقاء أعطى مخالفة لمصلحة فريق دارنس ولعماد الصويري في الحوار الأخير والتوقف من أكثر من لاعب. أمجد بن عبدي صاحب هدف التفوق لفريق دارنس في شباك فريق الأخضر بهدفين مقابل هدف على أرضية هذا الملعب، ملعب درنا البلدي. إذا في انتظار تنفيذ المخالفة تلعب في اتجاه وسماج خطيرة، هي أول أهداف للأنيق، أول الأهداف للأنيق يفعلها رويد بن حامد ويجيب أول أهداف دارنس في غفلة دفاعية أهلوية. يتمكن رويد بن حامد مشاهدينا متابعينا الكرام من هالسباق فريق الأهلي والحارس زبير الزوي. إذا أول أهداف الأنيق في لقاء اليوم بكرة كانت تمريرة رائعة من عمر شحات تحديدا في الدقيقة 24. رويد بن حامد يوقع عن أول أهدافه وثالث أهدافه في الدوري. إذا فرحة لاعبي فريق الأنيق بهذا الهدف. شوفوا عمر شحات لعب كرة بالمقص بالراس، وجدت رويد بن حامد يسكنها شباك فريق الأهلي والحارس زبير الزوي. إذا شوفوا الإعادة في أكثر من مناسبة، هدف لمصلحة الأنيق. عمر شحات لعب كرة وجدت المتابعة من رويد بن حامد في غفلة دفاعية أهلوية وغفلة أيضا من أسامة سريط. فرحة لاعبي فريق الأنيق بأول الأهداف. إذا مشاهدينا الكرام عبر ليبيا الرياضية تتغير النتيجة هنا بملعب درنا البلدي في الجولة 12 من الدوري الممتاز. فريق دارنس يتقدم على فريق الأهلي بهدف مقابل لا شيء. هدف دقيقة 24 رويد بن حامد. قشوط وعمر قشوط يلعب كرة مع انطلاقة أمجد بالعبدي. هناك الحوار وأيضا في المتابعة من علي يوسف. أمجد بالعبدي يتحصل على الكرة، يلعب كرة العرضية، يمر أمجد بالعبدي. وماذا شرح حكم اللقاء؟ ركلة جزاء لمصلحة فريق دارنس لأمجد بن عبدي مع مرور والتدخل اللي كان من علي يوسف. إذا ركلة جزاء لمصلحة مواجهة زبير الزوي. أي جهة سيختار عماد الصويري للعب الكرة. هل سيتعلق زبير في ابعاد هدف ثاني لمصلحة فريق الأنيق؟ ننتظر معكم مشاهدينا الكرام في انتظار التنفيذ. ينجح بالإحراز الثاني الأهداف. عماد الصويري يجيب الجول الثاني للدرنيسي، يرفع راسه ما يوطيش يلي شجع في الدرنيسي. ايضا هدفين مقابل لا شيء. فرحة اللاعبين فريق الأنيق بالهدف الثاني من ركلة جزاء. ينجح بامتياز عماد الصويري يجيب أول أهدافه مع فريق الأنيق في الدوري الممتاز. ايضا بداية تعتبر قوية في الجولة 12 لمصلحة فريق دارنس، حتى الآن يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. اليوم في غياب الحارس الدولي مراد الوحيشي اللي ريح مدرب الفريق سعد الدريدي. عندما تساءلت عن غياب مراد في مقابلة اليوم، هناك مقابلة هامة لفريق الأهلي في كأس ليبيا في النصف النهائي عندما يواجه فريق الأخضر.